السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباحكم مشرق بنور الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في كل نفس ووقت وحين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. هنا حبايبي معايا سمك بولتي اهوت، ما شاء الله. تعرفي السمكة الجميلة لما تحطي ايدك عليها تضغطي ضغطة بصبعك الكبير كده ما تغرسي، تفتحي الخياشيم تلاقيها حمرا كده او لونها نبيتي فاتح. ما شاء الله حبايبي. نجيبه نغسله تحت المية الجارية كده يا حبايبي، ونفتح الخياشيم بتاعه. هنا معايا بعد ما غسلته وصفيته يا حبايبي بدرته بالردة، وبقول لكم هحط معلقتين زيت كده في قلب الصاج، ومعلقتين زيت من فوق وش السمك. انا هفضل وراكي ان شاء الله لحد ما تشويه في بيتك بكل نظافة وتوفير. هتوفري كتير، وفي نفس الوقت لو جربتي طعم شويتك بايديك في قلب البيت ما شاء الله مش هتبطليها يا حبيبتي. اللهم بارك. طريقة جميلة وسهلة وسريعة، ولا هتوسخي البوتاجاز عين البوتاجاز، ولا هتدخني ولا اي حاجة. تحت الشواية وفي قلب الفرن، وهتعمليه بكل سهولة. جربي انتي بس اول مرة واسبيها على الله. كده يا حبايبي بنمسك سمكة ونقوم جايين بدرينها كده بالردة كويس من فوق ومن تحت. نقوم جايين بقى يا حبايبي رصينها كده مع بعض في قلب الصاج، وزي ما دهنا معلقتين زيت من تحت بنقوم حاطين معلقتين زيت من فوق. وكده يا حبايبي نحط كل سمكة كده خلف خلاف جنب بعض كده يا حبايبي بكل سهولة. وما تخافيش، الصاج او الصينية المتوفر عندك اللي هتعملي فيه مجرد ما اتغسل بالبريل وبالخل، ولا هتلاقي فيه اي ريحة زفار. ممكن تستعمليه المخبوزات تانية عادي خالص، ما تقلقيش من حتة زي دي. شوفي ما شاء الله. نحط كمان معلقتين زيت كده من فوق كده يا حبايبي، بتخلي معاكي اللون جميل ما شاء الله اللهم بارك، والقشرة بتتشال بكل سهولة. وهنعمل تحديقة جميلة انت ضمناها وغسلة حاجتك ما شاء الله. طريقة جميلة وبكل نظافة. بوريكم ان انا حطاها تحت الشواية ازاي يا حبايبي. تحت الشواية من فوق خالص، مقربة الصاج تاني عروة كده على طول يا حبايبي، بحيث يبقى منه للشواية. شوفوا اللهم بارك. تفضلي معاه تقلبيه يا حبايبي لعند ما ياخد اللون الجميل معاكي. معانا هنا توم، ومعانا فلفل اخضر على فلفل احمر، وكزبره وكمون وملح وليمون. لو متوفر عود بشرتي جزرايه، لو متوفر خضره المتوفر عندك فضل ونعم. لو كان متوفر كنت حطيت مع التتبيله دي، بتبقى جميله قوي لتشريبة السمك. ومعايا بقى مسخنه كوبايه ميه، بحيث ان انا انزل التحديقه دي تبقى سخنه والسمك سخن، يديك افضل نتيجه وافضل طعم وافضل تحديقه للسمك. بتلاقي السمك من جوه اللهم بارك ابيض زي القشطه، وشارب كل التحديق اللي انت حطيتيه. لازم الميه اللي هتحدق بيها تبقى مغليه كده يا حبايبي. في نفس الوقت السمك بنبقى مطلعينه سخن. ما تخافيش ابدا من الحركه دي، اعمليها وجربي وعلى ضمانتي. هنقوم ساقيينه كده يا حبايبي، نسيبه يتشرب كله. وبعد كده نقوم رافعين الصاج كده على حاجه ونايمين. هتبصي تلاقي كل التحديقه زياده نزلت منه، تقومي شايلاه وتشوفي بالجمال ده حبيبتي. اللهم بارك. شايفين قشطه واللحم متشرب التحديقه. لو عجبكم الفيديو يا حبايبي ما تنسوش اختكم باللايك والاشتراك. الله يسعدكم يا رب.